ممكن تكرر الرساله دي؟ انت مستني رساله من حد؟ انا بنتي محجوزه في المستشفى يعني بقالها يومين. ما تعرفش تقرا يعني؟ انا على قد في القرايه الكتاب، بس معلش اقرا لي الرساله دي معلش. هي بنتي محجوزه في المستشفى بقالها يومين. والدكتور قال لي استنى بره، يعني لو احتاجنا دواء ولا احتاجنا اي حاجه هبعت لك رساله على الموبايل. فعشان على قد في القرايه والكتابه يعني شفتك كده، يعني قلت ايه اكيد انت هتقرا الرساله دي يعني وهتطمني يعني ان شاء الله. انت شغال ايه؟ انا شغال باليوميه، يعني بشيل طوب بشيل زلط، يعني هي ارزاق يعني. تاخد كام؟ باخد 150 جنيه في اليوم على قد يعني. ماشي، بس هقرا لك الرساله اهو. الرساله تمام، الدكتور بيقول لك تمام وكويسه ومفيش حاجه، بس عاوز علاج يعني وكده. يعني الحمد لله يعني. تمام كويسه، كاتب لك ان انت تمام كويسه ويعني ويطمنك يعني وكده. يعني انت ما كتبش اسم الدواء؟ يعني لو تكتبه لي واروح اشتريه من اي صيدليه او كده معلش. لا ما كاتبش اسم الدواء، بيطمنك يعني. يعني اروح استلمها على طول يعني؟ تروح تستلمها كويسه تمام يعني طب انت جعان؟ كلت والله. انا يعني عشان ما اتاخرش على بنتي، ويعني انا عايز اخرجها يعني في اسرع وقت. مستعجل يعني، عايز اروح اخرجها من المستشفى يعني. لا مفيش حاجه تمام والله. انت لو جعان اجيب لك تاكل. الله يبارك لك يا عم. لا اسمك ايه؟ انا اخوك محمود يعني. انت منين يا محمود؟ انا من هنا من المنصوره يعني. والله منين من المنصوره؟ انا من حي الجلاء هنا. ماشي. طب انت في حاجه ناقصاك؟ عايز فلوس؟ عايز حاجه؟ الله يبارك لك. والله بكلمك جد. والله ليه هي الرساله فيها حاجه؟ انت شكلك قلقتني يعني. لا مفيش حاجه، انا بطمنك. هو لو في حاجه قول لي يعني. لا لو في حاجه لا الدكتور بيطمنك مفيش حاجه. يعني اطلع على المستشفى على طول؟ اطلع استلمها وتمام مفيش حاجه يعني. لو عايزت حاجه احنا اخواتك. الله يبارك لك. في اي حاجه ناقصاك؟ لا بكلمك جد والله. الله يبارك لك يا انا اخواتك والله. يعني هو ما كتبش اسم الدواء بس تحديد، بس بحيث هجيبهم الصيدليه اللي هناك ده؟ لا هو لو كاتب الدواء بس قلت لك، بس ما كتبش حاجه، هو يطمنك يعني ويقول لك كويسه وتمام. الله يبارك لك يا عم. في حاجه ناقصاك؟ عايز فلوس؟ عايز حاجه؟ الله يبارك. تاكل؟ انا والله لسه واكل يعني ايه، بس انا مش جاي لي نفسي لا اكل ولا اشرب بسبب اللي بنتي محجوزه في المستشفى يعني. ماشي، لو عايزت حاجه احنا اخواتك. انا اخوك عبد الله الاسيوطي. لو عايزت اي حاجه من اسيوط. الله يبارك لك يا عم. اجدع ناس صعيده والله. طب هات يا عم الموبايل كده. ماشي يا اخويا. طب اقول لك حاجه قبل ما امشي، بس بامانه ما تزعلش مني. انت شايف اللي انا لابس شنطه؟ الشنطه دي فيها موبايل وصور كل اللي حصل ده. دي الكاميرا اللي هي الحته المخفيه دي، بص كده. طب انت بتصور ليه؟ انا عايز اقول لك ان احنا بنعمل تجارب على الفيسبوك كده وبننزلها، وانت حقيقه فاكرنا مصريين جدعان. ما ينفعش تصور كده، احنا بنعمل حاجات لله عشان تصور يعني. الله يبارك لك. الواحد يعمل حاجه لله عشان يطلع يعني قدام الناس. لا والله انت يعني انت جدع، والحقيقه المصريين كلهم جدعان، وانت يعني ابو الكرم والله. لا ما ينفعش تصور. انت كان ممكن تقول لي رساله يعني وتعمل لي. لا بس انا ما ينفعش اجرحك كده مره واحده واصدمك كده، ما ينفعش. او يعني ما ينفعش يعني، لازم برضه تحس بالناس. الله يبارك لك يا عم. هو اسمك كريم ايه؟ اسمه عبد الله الاسيوطي. عشت الاسامي يا عم عبد الله. طب انا عايز اعمل معاك لقطه جدعانه زي ما انت عملت معايا لقطه جدعانه كده. انت بتعمل ايه او بتبيع